عمرك تخيلت ان سبب تنمر الناس عليك ده ممكن يفتح لك ابواب الشهرة، او انك تدخل موسوعة جينيس بسبب حاجة غريبة انت الوحيد اللي بتعملها او مميز فيها، حتى لو كانت الحاجة دي تافهة وملهاش اي قيمة؟ وايه المانع؟ اذا كانت موسوعة جينيس بنفسها كان الهدف من تأسيسها هو حسم الجدالات التافهة بين الناس في الحانات والبارات. بدأت فكرة موسوعة جينيس في الخمسينيات من القرن العشرين، لما حضر السير هيو بيفر المدير التنفيذي لشركة البيرة جينيس حفلة الرماية والصيد في مقاطعة ويكسفورد في امريكا. وفي خلال الحفلة حصل نقاش جدلي بين الحضور عن أسرع طائرة في أوروبا، وبعد ما دوروا في كل المصادر ما وصلوش لحاجة. في 30 نوفمبر سنة 1954 قرر السير هيو بيفر إنه يصدر أول كتاب من موسوعة جينيس بيجمع فيه أغرب وأعلى الأرقام القياسية في كل حاجة سواء تافهة أو مهمة. الكتاب حقق مبيعات مهولة والفكرة كسرت الدنيا، ومن يومها لحد النهاردة والناس في كل حتة في العالم بيتنافسوا إن هم يخشوا الموسوعة، ومعاها يدخلوا للشهرة من أوسع أبوابها. ومن أغرب الأرقام القياسية في موسوعة جينيس كانت للأمريكي ميلفين بوث، صاحب أطول أظافر لرجل في العالم واللي طوله 10 متر، وبسببهم بقى مشهور. هي عفانة بصحيح، وصحيح الراجل لا عارف ياكل ولا يشرب ولا حتى يعمل أي حاجة إلا بالمساعدة، لكنه بقى مشهور وحامل رقم قياسي. تاني رقم قياسي ومن الأرقام القياسية الأغرب في العالم لواحدة ست إنجليزية اسمها جيل دريك، واللي دخلت موسوعة جينيس بسبب صرختها، لأن صوت صرخة جيل دريك قوتها 129 ديسابيل، وده أقل ب 15 ديسابيل بس من صوت الطيارة. ربنا يكون في عون جوزها وولادها، زمانهم عايشين بقطن في ودانها. من أغرب الأرقام القياسية برضو في العالم اللي حصل عليها التركي إلكر يلمز، واللي عنده موهبة غريبة جدا إنه بيقدر يطلع لبن من عينيه. طول عمرنا نسمع اللي بيبكي بدل الدموع دم، ده بقى بيبكي حليب. إلكر اتولد بعيب خلقي في الغدة الدمعية وعنده تجويف بين الجفين والأنف، وده خلاه يقدر يدخل أي سائل من مناخيره ويخرجه من عينيه، لكنه اختار لقب دموع الحليب عشان يكون بيه صاحب أكبر رقم قياسي في موسوعة جينيس. نيجي لتركي تاني وصاحب رقم قياسي كبير، وهو التركي محمد أوزيورك، واللي طول مناخيره 9 سنتيمتر تقريبا. والغريب ان أوزيورك كان بيعاني في فترة طفولته وشبابه من شكل مناخيره اللي كان بيعرضه دايما للتنمر، لكن بعد سنين اكتشف ان سبب تنمر عليه ده خلاه صاحب أكبر أنف في موسوعة جينيس. وزي الناس ما كانوا بيتنمروا على مناخير أوزيورك بيتنمروا برضو على بق سامانتا رامزديل الأمريكية صاحبة أكبر فم السيدة في العالم بقطر 6 سنتي ونص، واللي عانت من التنمر عليها طول شبابها. ولكن بعد ما دخلت موسوعة جينيس بقت بلوجر قد الدنيا، وعندها اكونت تيك توك بيتابعه 1,700,000 متابع، ودخلها من الفيديو الواحد 11,000 جنيه استرليني. انت كمان مش اقل منهم في حاجة. دور في نفسك او حواليك على اي حاجة تافهة، مش يمكن بكرة تبقى من مشاهير موسوعة جينيس.